أسوأ ما في البطولات اللي ينداروا في منتصف الموسم هو جلوس اللاعبين على الدكة قبل المنافسة، وين المدربين يحبوا يلقاو بديل للجوار اللي راح يلعب مثلا كوب دافريك. والمشكل معظم اللاعبين الأساسيين في ليكيب ناسيونال راهم مقرطين على جال هذه السبة. الجوار الأول عندك رامي بن سبعيني، السيد من اللي بدات لا سيزون هو تيتولار مع دورتموند، ويا ما شكروا المدرب بتاعو، ومالغري يرجع للمنافسة لونطرينور ديالو راه راميه في الدكة. عنده لي 3 ماتش الاخرين ماتش ما لعبوا اساسي، وهذا مشكل كبير بالنسبة للاعب يعتبر من أعمدة خط دفاع المنتخب الوطني. نفس الشيء بالنسبه لراين ايت نوري اللي مام اليوم حطوا غوارديولا دكا كونتر فولهام، واللي راه يلعب في بلاصتو اوريلي، وهذا تاني مشكل باسكو مالغري حجم راه يقدم في مستويات كبيره، في الاخر تلقى راين ايت نوري تيتيلار في لاكوب دافريك مالغري في اخر 8 لي ماتش راه لاعب غير 3 اساسي. هذه الحاله وصلت حتى للغارديان جديد تاع ليكيب ناسيونال لوكا زيدان اللي مام هو تقرط مع ليكيب ديالو غرناطه الاسباني. كي قلنا ربما رانا لقينا حارس يصلح متى ربوستا نوفمبر وين تبليسه اللي دو ماتش الاخرين دقيقه ما لعبها فيهم. بكل صراحه انا كي نشوف لي زونطرينور يديروا هكا ونقول عندهم الحق، باين يخلي الجارديان ديالو ولا الجوال اللي راه يلعب في نفس النسق. حابوا مثلا يدخل راين ايت نوري ولا رامي بن سبعيني ولا لوكا زيدان، ومن بعد على بالو في الاخر راه رايح يلعب كوب دافريك ويخليهم باصي.